نغنوا الصوت بعدين دقة. ايه طيب يلا. موزيكجية كل سهرة حد مع أسامة فرحات. يا محلى الفن يا محلى الفن وغرامه. موزيكجية. مرحبا بكم، أسامة فرحات معاكم. موزيكجية اليوم باش نضحكوا، باش نبتسموا، على الأقل باش نبتسموا على الأغنية الهزلية الساخرة الفكاهية المونولوج، سميوها كما تحبوا. هي أحسن تسمية وأحسن تسمية لها هي الأغنية الساخرة، خاطر الفكاهية تنقص من قيمتها، خاطر تشوفوا باش نشوفوا شنو هي الأغنية الساخرة اش عملت معناها في تاريخ الفن، تاريخ الموسيقى والشعر الساخر، شعمل في التاريخ الشعر إلى آخره. معناها كانوا يعبروا على قضايا كبيرة، خاصة الشعوب تلتجأ إلى السخرية والنكت والأغنية الساخرة وقت الأزمات، وازدهرت برشا في الحروب معناها متاع خاصة الحرب العالمية الثانية. هذيك كانت الطفرة متاع الأغنية الساخرة في تونس وفي العالم العربي. باش نبداو من الأول، كانت الأغنية تتنجم تسمى أغنية ساخرة اجتماعية، معناها واحد يفضلك على مرته، الآخر يفضلك على رجلها، حماته إلى آخره. كالعلاقات الأسرية التوا داير اللي فيها ما يتقالوا، فيها ديما النكت، وفيها ديما الضحكة والتقطيعة والتريشة بطبيعة الحال، خاطر هي الأغنية الفكاهية والساخرة هي ذيك هي المقصود بها. هي المقصود بها تعبير على موقف صحيح من وجهة نظر اللي قالها بطبيعة الحال، لكن هي مشكلة موجودة. معناها كي باش يحكي على مرته ولا على رجلها ولا على النساء ولا على حماته ولا على جيرانه ولا على برشا حاجات، أي كان الموضوع فيه منه من الصحة، والتجأ إلى السخرية من نفسه ساعات. هذاك علاش يسميه هو مونولوج، وتسمية المونولوج ماهيش صحيحة برشا في الموسيقى معناها هذه. معناها في الأغنية الساخرة المونولوج هو تعبير مسرحي وقبله قصصي بتاع رومان، معناها يقول لك مونولوج، معناها كتب مونولوج طويل يقولوا يكلم فيه في المسرح، يكلم الممثل، يكلم في روحه، ولا يكلم في يجادل في روحه، ولا يحكي مع روحه برشا، يقعد يحكي برشا مع روحه، مرة بالسخرية ومرة بالدراما. هذاك يقعد مونولوج، يقول لك عمل مونولوج وبعد يولي ديالوج، كان دخل حد معاه يولي ديالوج. لكن الخذاوة والمونولوجيست يقولوا مونولوجيست، يا تسمية من التسميات وكهو. هي الأغنية الساخرة الفكاهية الهزلية اللاذعة الناقدة، سميها كما تحبوا، في الاجتماع، في العاطفة، في السياسة خاصة تنجيوها. نبداو من الأول. في بداية القرن كانوا التوانسة ضامرين معناها إلى جانب الأغاني العاطفية اللي هي الأغلبية، فما الأغاني الساخرة الهزلية. نبداو مع الشيخ العفريت، عنده زوز غنايات مزيانين، واحدة ضد نساء واحدة ضد رجال. نبداو برايو في المدام. كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة وتوا رجعت مرة كبيرة. بطبيعة الحال هي رجعت مرة كبيرة، ما هو قعد صغير معناه، ما باش يولي كبير حتى هو. كيف كنت صغيرة الشيخ العفريت. شافت ترد المراحين وشافوا العجب في سباقها،
جحس البهايم الحاقها. كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة واليوم رجعت امرأة كبيرة يا حسرة. كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة اليوم رجعت امرأة كبيرة يا حسرة. وجهك ولا كل فطيرة يا حسرة. كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة اليوم رجعت امرأة كبيرة يا حسرة. كبرت صرت اعمل المرضومة، خليتني فيك بر الحيرة يا حسرة. كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة واليوم رجعت امرأة كبيرة يا حسرة. يتوحد واليوم رجعت كيف القرب عن دارك حدبة كبيرة يا حسرة. كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة واليوم رجعت امرأة كبيرة يا حسرة. تشرب النفة خليتني مدهو بالسيرة يا حسرة. كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة اليوم رجعت امرأة كبيرة يا حسرة. سقاوة برا الحمام باب بسيرة يا حسرة. كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة اليوم رجعت امرأة كبيرة يا حسرة. تمشي تترامى في حال اللي يجي قدامنا، ايش كنت حرقص يا مرت لعنة، ليش ناخد امرأة صغيرة يا حسرة. كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة اليوم رجعت امرأة كبيرة يا حسرة. كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة واليوم رجعت امرأة كبيرة يا حسرة. كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة اليوم رجعت امرأة كبيرة يا حسرة. ضامرين كان التوازة كانوا هو يستعرف يقول لك ليش كنت حرقص يا مرت أعمى، هو أعمى معناها وخشمك كي بقراش قهوة وكنت صغيرة باش ناخذ، هذيك هي الغرض. دو فاسون هذوما الغنايات
يقال انهم اغلبيه الاغنيات اللي فيهم تقطيع وتريش هذوما كلهم كانوا كوماند معناها. بتعرفوا هذه القعدات هذيا والجلسات هذيا رجاليه تقريبا معناها في عمومها معناها يتغنوا في مجتمع رجالي، دونك يقولوا اللي يحبوا. وساعات واحد يحب يوصل ميساج للمدام يعمل كوماند نتاع حاجات. كانوا الفنانين ياخذوا كوماند من رجال اعمال ولا من كبارات معناها، يقول له مثلا ماذا بك تعمل لي حويجه على كذا ولا الاسم الفلاني، واحد يحبها مثلا يقول له اعمل لي غنايه على حسنه جارتي مثلا ولا حاجه. نقعدوا مع الشيخ العفريت وما شوف كلاحظتوا ما فماش ما يتقلقش الشيخ العفريت اللي يعمل روائع. هو غنى روائع وصوت من اعظم اصوات التونسيه معناه، يعني في البريمه ولا يم كيف الريح في البوته وتصفر وتتغرب الى اخره. ما عنده اغنيات تهبل معناه. ما لا يتبرم من غناء الحاجات تضحك واحد. ما فماش عقد معناه في الفن، ما فماش عقد كي ما تنجيوها كي نوصلوا لجاك بريل والجماعة الكبارات. ما فماش عقد كي تعمل نمكيت با تعمل لي بورجوا ولا تعمل كونت اون ايكون بالبراسانس الى اخره. نقعدوا مع تقطيع التريشة في الرجال زاد اللي مغيار يلي رجلها مغيار. نسمعوها الشيخ العفريت. ضرب الكاف بدامي الله الله ما غادني غير الحزار نصب خيام وقبلالي مغيار يلي راجلها مغيار يلي مغيار عيشة مرة ليل ونهار يلي مغيار عيشة مرة ليل ونهار يغير عليها ليل ونهاري عارك فيها يروح مال خدمة ويجيها ما يخرج من قلب الدار ياللي مغيار ياللي راجلها مغيار ياللي مغيار عيشة مرة ليل ونهار ياللي يقول لا نوصيك إذا الطبس ما شبيك ما نخليك ما نعمل بيك ونشكي الراية صلح بار ياللي مغيار ياللي راجلها مغيار ياللي مغيار عيشة مرة ليل ونهار ياللي يخرج يدور هو ولله تلا بدور يبدا كان هو مسحور يتلف التيمين ويصار ياللي مغيار ياللي راجلها مغيار ياللي مغيار عيشة مرة ليل ونهار ياللي عليها عساس
بالك تخزر سيل الناس تكتر في قلبه العكاس يالو يكونوا ولاد صغار ياللي مغيار ياللي راجلها مغيار ياللي مغيار عيشة مرة ليل ونهار ياللي طلع رجلها مغيار في الاخر. كانت الموضة في ليزاني 30 هذيا وقبل حتى ليزاني 20 في تونس وفي الشرق كانت موضة هالغنايات متاع اللي فيهم هذايا معناها متاع التفزليك. حتى كبار الفنانين عملوا دخلوا للواحد قبل ما يمكن يفيقوا على رواحهم ولا ما نعرفش نصحوهم. عبد الوهاب نسمعوا له من بعد غناية في الجو هذايا. أم كلثوم عملت الخلاعة والدلاعة مذهبي. منيرة المهدية كانت مشهورة بالحكاية هذيا. ارخي ستار علاش نقول هذوما خاطر التوانسة كانوا ياخذوا غناياتهم الكل. لويزا التونسية وال تقريبا الفنانات اليهود نحكي على بداية القرن معنا ما كانش فما لا رشيدية ولا صالحة لحتى حد. كانوا يعاودوا في الغنايات هذوما. تهبط ديسك متاع منيرة المهدية وأم كلثوم هم يعاودوها ولا غنايات سيد درويش ولا تنجيوهم كلهم هذوما. دونك كانت موضة هالغنايات متاع في مصر يسميوها الحلمنتيشي معناها الشعر الفكاهي الضامر معناها. وعملوا منهم حاجات ومنهم العملاق. نعم العملاق الكبير خمايس طرنان في الأول في أوائله معناها مشاو في سفرة من سفريات متاع سير الصايسي زي مشاو قال شنو يسجلوا في الغنايات معناها. باهي حلوة تسجيل الغنايات ومعاهم حبيبة مسيكة في ألمانيا ضامرة الحكاية وسجلوا حاجات ومنهم هالقطعة الضامرة ياسر باش نسمعوها بصوت خمايس طرنان من تلحينه من كلامه بتاتر نقولوا كلامه زادا لكن تلحينه سيسور. يلي تحب تملك رجلها وتعمل له الاسحار تجيني ليا ونقول لها نوريها العقار. براجلها تقدم له الاسحالات جيني ليا وين كل غدا نوريها العقالات نوريها العقار وحروكه محميه متروكة ونفك عليه المدروكة ونسحر الميل وبانر جدي في الصنعة مبروكة وخلوة بلبحانة والخلوة بالابحار ونجلس نعلمها الاسحار وتغلس هذا السحر ليل مجرم رويت مثل سوانر حلت عالرجلها تركب وذوقوا الامرانر والذوقوا الأورار والذوقة تجد لها جلدة وروقة مثل بهيمة عود السوقة مهمز ومصوانر يظل مهمس على المحروقة يناوي صانر صار الدنيا ترتب له في جسمه علة لحفلة ينزل في القلة في عقله يحتانر يعد داخل الخارج في الجنة تغيب عنه لفتانر تغيب عنه لفتارة مالا يبقى
مقام الدروان في حالة من كون السحر واشغاله يا صافي الخناق يوريكم 60 مثالة من عند العطالة من عند العطار شيلة راس البومة والبطيلة تلقى الجرزم اللي طويلة طولها 7 شبانر وعيني الدجاج ليلة معهم قلب حمانر اللي تحب تملك رجلها وتعمل اصحاب. نسمعوها من بعد خذاها محمد الجراري وعاودها بطريقه اخرى نفس الكلام الاولاني، عاود يعني تلحين اخر ونجحت. تنجيو السي الجراري. نمشيو للواحد من اشهر مطربي ومغني هذا النوع، يعني تشهر خاطر ضامر ياسر وخاطر غناياته ضامرين وعنده بعد وشجن في كلماته، غير انه يضحك وضامر ياسر. هو سي صالح الخميسي بطبيعة الحال. صالح الخميسي كان عازف ناي في فرقة أونتروتر في فرقة محمد التريكي، ويقال حكاوا لي حكاية وكان يقعد بطبيعة الحال من جماعة قهوة تحت السور علي الدعاجي والشلة وبيرم التونسي وجماعة وكرباكا والناس هذوما وهادي الجويني. كان مغروم بالغنايات الفكاهية هذية وبالغنايات الساخرة. وهي واحد مولى الفرقة محمد التريكي ما كانش يعرف. يا أخي مرة في حرس قالوا الناس بدأت تعيط يا صالح يا صالح، يا أخي تلفت له قالوا يحسبوا باش يعمل تقسيم على الناي ولا حاجة. قالوا لا غني يا أخي تلفت له. قالوا يا أخي أنت تغني أنت؟ قالوا إيه شوية كيك عندي حاجات نعمل فيها. قالوا إيه تفضل. خلينا نسمعوا صالح الخميسي العبقري صالح الخميسي. حبيت نتوب نتزوج بعثت أمي باش تخطب لي. حبيت نتوب نتجوز بعثت أمي باش تخطب لي. حبيت نتوب نتجوز بعثت أمي باش تخطب لي. راحت تكتب لا شيء سمباتيك نود تكون نشهيك علاش تزوج. دخلت باش تقلبها تخبت منها حشمت، دخلت باش تقلبها تخبت منها، وانا وصيتها تكون تم الشروط ما نحبش ما ينكسها باش ما نقعدش محوج. حبيت نتوب نتجوز بعثت امي باش تخطبني. حبيت نتوب نتجوز بعثت امي باش تخطبني. طاحت لي الطفلة شيك سامباتيك نود تكون نشاهيك علاش تزوج. باش تقوم تتدهكر قدامها لقتها تمشي وتروج. لازمتها باش تقوم تتدهكر قدامها لقتها تمشي وتروج. قالت هو يوصي فيا يحب وحدة مستوية. قالت هو يوصي فيا يحب وحدة مستوية خاف لا يقعد فيا يمرج. حبيت نتوب نتجوز بعثت أمي باش تخطب لي. حبيت نتوب نتجوز بعثت أمي باش تخطب لي. طاحت لي بطفلة شيك سامباتيك نود تكون نشاهيك علاش تلوج.
قالت هو يوصي فيا يحب واحدة مستوية، ما مشيت أمه تتفقد في العروسة بطبيعة الحال. ديما زي السنة زي معروفة متاع الحماة كي تمشي واحد تتفقد شعر صحيح ولا ويلزمها تكون لاباس وفي صحة جيدة. نقعدوا مع صالح الخميسي من باش تفهموا الفنان هذايا. قلت لكم معناتها ما يحشموش يعملوا هكا وهكا، معناها تلقى غناية عاطفية تقتل بالزين وشعريا كبيرة برشا، تلقاها شعر علي الدعاجي وكرباكة شعراء كبار معناها، وتقعد تستمر في الزمن كما الغناية ذي توا يحبوها الناس. أحسن نوارة تقطفها، أحسن نوارة تقطفها، أحسن نوارة تقطفها، كلمة الغرة تخطفها، من فم وقلبك عرفها، مش لازم هوني نوصفها. أحسن نوارة تقطفها، كلمة الغرة تخطفها، أحسن نوارة تقطفها، من فم وقلبك عرفها، مش لازم هوني نوصفها. شوف الفم يقولك اقرب، يغري فيك على اللي ترغب. تشوف الفم يقولك اغرب، يغري فيك على اللي ترغب. عكرك الستان المحبب، عكرك الستان المحبب، يضحك يتحرك يتقلب، يضحك يتحرك يتقلب. وفما اللي زعمة تتهرب، وهي على كلمة تتلهلب، تحب على حد يألفها. أحسن نوارة تختفها، كلمة الغرة تختفها، أحسن نوارة تختفها، من فم وقلبك عرفها، مش لازم هوني نوصفها. أحسن نوارة تختفها، كلمة الغرة تختفها، أحسن نوارة تختفها، من فم وقلبك عرفها، من فم وقلبك عرفها، مش لازم هوني نوصفها. ياسر مزيانة هالغناية. تحطت في عصفور الصح، كانت تفكروا الفيلم تاع فريد بوغدير. باش تفهموا قيمة الأغنية الهذية اللي تتسمى مونولوج والهزلية الناقدة، كانت تعالج حتى مواضيع كبيرة. باش نسمع صالح الخميسي في رأيه في وقت تعاملت وقت الحرب العالمية الثانية، المعسكر الشرقي والمحور والحلفاء، والدنيا دخلت بعضها، وتونس مع شكون؟ نص تونس مع الألمان ونصهم يقولوا مع الحلفاء. صار والقنبلة الذرية وقتها قال بايرم التونسي القنبلة الذرية مش بطالة، هي اللي تنفع في علاج الحالة. تنجيوه بايرم التونسي من جماعة تحت السور. أما خلينا نشوفوا العمق متاع الغناية هذه الناقدة الساخرة، تمشي حتى في مواضيع ما تعملهاش الأغنية العادية العاطفية. نحب أحباب الناس الكل، ونكره نحب السلام ونكره الحرب. صالح الخميسي. حب أحباب الناس الكل، حب أحباب الناس الكل، ولا عندي وانا مع حد، ولا
عنديت وانا ما حد واللي نكروه في الدم واللي نكروه في الدم الحرب وين حبيت سلام وين حبيت سلام وين حبيت سلام العالم باقي مش مرتاح مادام موجود السلاح العالم باقي مش مرتاح مادام موجود السلاح وطيارات تشق رياح طيارات تشق رياح تخلي جميع البن يردم شفت علاش نكره في الدم شفت علاش نكره في الدم الحرب وين حبيت سلام وين حبيت سلام وين حبيت خليني قلبي عالنار كل نهار تسمع خنار خليني قلبي عالنار كل نهار نسمع اخبار اختراعات اختراعات تشغب الافكار اختراعات تشغب الافكار ولا حد منهم فهم ولا حد منهم فهم شفت علاش نكره في الدم شفت علاش نكره في الدم الحرب وين حبيت سلام وين حبيت سلام وين حبيت سلام واحد عنده لاتوميك واحد عنده لاتوميك والاخر قال عنده لاتوم والاخر قال عنده لاتوم واحد عنده لاتوميك الاخر قال عنده لاتوم وحلونا في تشربيك وحلونا في تشربيك ويعرفوا اللي هذا ظلم وحلونا في التربيك ويعرفوا اللي هذا ظلم شفت علاش نكره في الدم شفت علاش نكره في الدم الحرب وين حبيت سلام وين حبيت سلام وين حبيت سلام في البر والبرور ما سلمنا لا زهينا ولا تنعمنا في البر والبحور ما سلمنا لا زهينا ولا تنعمنا العالم كله في محنا العالم كله في محنا واللي في وعده ينتم العالم كله في محنا واللي في وعده ينتم شفت علاش نكره في الدم شفت علاش نكره في الدم الحرب وين حبيت سلام وين حبيت سلام وين حبيت سلام شفت أغنية معناها متسمية فكاهية تعالج في مشكلة كبيرة وتعالج في وضع كبير بتاع التسابق نحو وقت تنبك التسابق الروسي الامريكي وحلفائهم على القنبله النوويه وعلى السلاح النووي والدنيا مقلوبه ويجي هو يقول لك احنا نحب السلام واحد عنده لاتوميك والاخر قال عنده لاتوم وحلونا في تشربيك ويعرفوا اللي هذا ظلم معناتها وهذاك اللي صار ولاو القوات العظمى النوويه هي اللي عامله
أغلبها هي اللي عاملة مشاكل في العالم، وهي اللي تخترع في الحروب باش يستغنوا رؤوس الأموال متاعها اللي هي تمول الحروب بطبيعة الحال. خاطر هم عندهم برشا آلاف مليارات يمولوا بها الحرب، ما عندهمش باش يمولوا الفقر وباش يحرروا غزة وباش يحرروا فلسطين، ذيك صعيبة ياسر. أما باش يمولوا حروب ضد العراق وضد البلدان العربية خاصة وغير العربية، ما يفلتوا شيء هم رؤوس الأموال ويسميهم تجار الحروب. المستنفعين من الحروب مش السياسيين، راهو عادة هم المستنفعين هم التجار، هم رؤوس الأموال. خلينا نقعدوا مع صالح الخميسي في المونولوج هذا. مونولوج معناها هو كيفاش كانت الغناية يا تاخذ لحن معروف ويكتبوا عليه كلام ساخر هزلي كوميدي فكاهي، يا اما غنايه متلحنه، وذيك الاهم كما كنا نسمع فيها كما اغلب اغاني صالح الخميسي. لكن ساعات هو ضامر ياخذ غنايات معروفين تشهروا دي توب كما في الوقت هذاك ويبدل لهم الكلام باش يتبولد على المطرب والواحد. خلينا نسمعوا الاذاعه الراديو صالح الخميسي. سيداتي أو سادتي، تسمعون الآن من المطرب الممتاز سيد حمادي المرناقي يا أحمد يا أخي ثم ساق نزع في ساقه. ومن بعد تسمعون أغنية للأستاذ مختار العيد رجل محلاه. رجل محلاه رجل محلاه رجل محلاه يصلي ويعبد مولاه ومرته بحذاه. الله. والآن تسمعون أغنية للأستاذ المقراني يلي نسيتي خالك. يلي تفرح بالك ويلي تفرح بالك يلي تفرح بالك منو بقى ولالك. لو كان جا في الدجرة وفما منك عشرة وكل حد ذو حجرة هدية جابوها لك وانت مكتب في شجرة بالفزعة بيت روالك. والآن إليكم أغنية الأستاذ عز الدين. تعالى تعالى. تعالى 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 نتقابلوا عالزبالة. تعالى 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 نتقابلوا عالزبالة ولا في واد خيالة ونجمعوا الجرفالة. تعالى نتقابلوا عالزبالة. والآن إليكم أغنية ليوسف التميمي فين حبيبي. فينو بهيمي وينو بهيمي قول لي بهيمي فين. فينو بهيمي وينو بهيمي قول لي بهيمي فين. هو انا وانا هو في الفندق الاثنين قول لي بهيمي فين. والان اسمعنا اغنيه للاستاذ علي شلغم فينو قلبي. فينو قلبي. فينو كلبي وينو كلبي فينو كلبي وينو كلبي قل لي كلبي فين. توا مدة وانا نفركش لقيته في الفريات. والآن إليكم من أنسة الليلي.
قولوا عليه بنعو وين هو؟ انا والله مريض. صار هذا خميسي العظيم. هاك غناية هادي زويني يلي نسيتي خالك تولي يلي كثرها بالك. باش تفهموا الزمار نتاع الناس هذوم. في نفس الاعوام هذيك حتى المصاروة والفنانين الكبار ام كلثوم والجماعه ما بخلوش على الاغنيه اللي تسمى مونولوج وفيها ضمار وفيها واحد بطبيعه الحال بوجود بايرم التونسي وزكريا احمد ومدرسه سيد درويش اساسا. معناها ما نظنش كان الصنباطي عنده غنايه في البقعه هذيا، ما نعرفش، ما فماش، ما شفتش. عبد الوهاب فما حاجه بدا بها هكا يظهر لي قال احمد شوقي فك عليك، ما نسمعها من بعد. نقعدوا مع ام كلثوم. قول لي ولا تخبيش يا زين ايش تقول العين للعين. قل لي ولا تخبيش يا زين ايش تقول العين للعين. قل لي ولا تخبيش يا زين ايش تقول العين للعين. قل لي ولا تخبيش يا زين ايش تقول العين للعين. ايش تقول العين للعين. ايش تقول العين للعين. العين 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 لما العين تشوف حبيبي تقول له ولا تخشاش رقيب. لما العين تشوف حبيبي تقول له ولا تخشاش رقيب. بعيد وصالك ولا قريب ويوم الوعد نشوفك فين ويوم الوعد نشوفك فين. هذا والله كلام العين. والله كلام العين للعين. هذا والله كلام العين. والله كلام العين للعين. واللي يوافي للمحبوب بيوم الوعد عليهش ذنوب. يوافي الوعد ولا ينسى إذا كان فيها شفاه ودواء. يوافي الوعد ولا ينسى إذا كان فيها شفاه ودواء. ويا مذنوب يغفرها الله وربك والله رب قلوب وربك والله رب قلوب. هذا هو القول المطلوب. والله هو القول المطلوب. هذا هو القول المطلوب. والله هو القول المطلوب. قل لي ولا تخشاش ملامح حلال القبلة ولا حرام. القبلة 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 إن كانت للملهوف اللي على ورد الخد يطوف. القبلة إن كانت للملهوف اللي على ورد الخد يطوف. ياخدها بدال الوحدة ألوف ولا يسمع للناس كلام ولا يسمع للناس كلام. ولا يسمع للناس كلام. ولا يخشى للناس ملام. ولا يسمع للناس كلام. ولا يخشى للناس ملام. قل لي عالم بالأشواق الحب حلو ولا حراق. الحب 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 حلاوته بالقنطار يدوقوا من أصغر وكبار. يا حلاوته الحب حلاوته بالقنطار يدوقوا من أصغر وكبار. يا حلاوته الحب حلاوته بالقنطار يدوقوا من أصغر وكبار. حلاوة تطول في الأعمار إذا ما يكونش وراها فراق. دي حلاوة تطول في الأعمار إذا ما يكونش وراها فراق. إذا ما يكونش وراها فراق. دي حلاوة تطول في الأعمار إذا ما يكونش وراها فراق. دي حلاوة تطول في الأعمار إذا ما يكونش وراها فراق. بطبيعة الحال ما فما كان بايرم وزكريا نجموا يخليهم كلثوم تقول القبلة حلال ولا حرام. طبعا حاجة عمرها ما تعملت وما يعملوهاش تو دوتو تفصل. به حتى عبد الوهاب قلت لكم كانت موضة في الوقت هذاك الأغاني هذه الحالمنتيسي. عمل حويجات عبد الوهاب، ضامر عبد الوهاب هو في الدنيا، دونك بطبيعة الحال باش يعمل حاجات. أما هذه كمطرب عمل غناية اسمها فيك 10 كوتشينة في البلكونة. اجا نلعب طرح كارتا في البركون. حلو ضامرة. فيك 10 كوتشينة في البلكونة. فيك 10 كوتشينة في البلكونة. بصرة بشكة عادة مجنونة لاعبني 10 ما بيرهان. فيك 10 كوتشينة في البلكونة. فيك 10 كوتشينة في البلكونة. بصرة بشكة عادة مجنونة لاعبني 10 ما بيرهان.
كلت بولد يا حلولي كلت بولد يا حلولي كلت بولد يا حلولي وشوف بقى اللعب الرايق الطيبات والبلي وهي فورة من أول طابق تلعبني ليه بقى ليه بقى ليه بقى برهان فيك عالطريق كنتينا فيك عالطريق هذا سي محمد عبد الوهاب مطربا فيك 10 كوتشينة، لكن هو ما تخلاش ما عادش غنى الغنايات هذوما، اما هو كملحن عمل برشا حاجات نسمعوا من بعد حاجات اللي عملهم، وعمل شادية بسبوسة وبرشا حاجات عبد الوهاب عمل بالضمار نتاعو وتحسوا اللي خارج من حومة شعبية، وواحد مش متاع قصورات، متاع واحد متمرمد في الحوم وفي العروسات وفي كل شيء. من الملحنين الكبار برشا اللي اعتناوا بهالنوع هذايا ولحنوا فيه برشا هو محمود الشريف العظيم. باش نسمعوا غناية في فيلم نجيب الريحاني وتحية كاريوكا، بطلودة واسمعودة، يغنيها عزيز عثمان. عزيز عثمان هذايا ابن الملحن العبقري محمد عثمان، صاحب روائع الأدوار الروائع وصاحب مال الكاسات وساقاني وصاحب كادني الهواء والله يصون دولة إلى آخره. محمد عثمان حاجة عظيمة ياسر في التلحين. تنجيو مقارنة بالسيد درويش، خاطر يقولوا السيد درويش هو الواحد، لا هو لم يتجاوز في القالب هذاك الموشحات والأدوار، ما تفوقش على محمد عثمان، تفوق عليه في المسرح الغنائي في الطقاطق. نسمعوا بطلودة واسمعودة عزيز عثمان. بطلودة واسمعودة يا ما لسه نشوف ويا ما الغراب يا وقعتونا جوزوا أحلى يا ماما. بطلودة واسمعودة بطلودة واسمعودة يا ما لسه نشوف ويا ما الغراب. ايه الكلام الفارغ ده؟ دماغنا دي غراب ايه هو يا مامي؟ ايه دي حاجه تتغنى بفرح؟ وانت مالك وماله؟ ما تسيبه يغنى كده. ايوه بس يغني حاجه لها طعم، مش غراب وحدايه. مالكش دعوه انت. ايه هي كانت فين عينيكي يا ماما لما دورت بايديكي عن ندامة؟ الصدامة اللي ماما الصدامة اللي ماما انت عاجبك في جنانه ولا لخبطته في بيانه ولا تعويج سنانه؟ بطلودة واسمعودة بطلودة واسمعودة. لا ده قليل الادب قوي. ايه بس جرى ايه؟ ده بيقلس على الثاني، ده بيقول على اسنان الغراب. وفي غراب في الدنيا له سنان. ايه بس اترك البلبل يا خيبة القيافة، هي دي مش تبقى عيبة عالظرافة. اللطافة الخفافة اللطافة الخفافة
واللي ضايقها عشانه اللي لو خفف ودانه جوز أرانب لم يبان وبطلوا ده واسمعوا ده. الله الله، الزمار هابط صافي. بس نقعدوا مع نقفلوا الجزء الاول تنرجعوا للتوانسه في الجيل اللي بعد صالح الخميسي. من بعد من احلى سكتشات السينمائيه الزامره برشا، باش تفهموا قيمه عبد الوهاب نتاع الكرنك ومتاع الجندول ومتاع وحسين السيد. وبفكر في اللي نسيني يعمل لك في نفس القيمه الابداعيه، يعمل لك سكتشات زامره وموسيقى تهبل ومزيانة. اللي يقدر على قلبي من فيلم عنبر ليلى مراد. اللي يقدر على قلبي يخطف وانا اجري وراه، واللي يقدر على حبي يخطب وانا اعيش وياه، اللي يقدر على قلبي يخطف وانا اجري وراه، واللي يقدر على حبي يخطب وانا اعيش وياه، وساعد في ايدي ما تجي في ايدي احس بقلبه واشوف بعيني انا اشوف بعيني. سعيدة اهو انا ولا حد ينفع الا انا، شكلي صحيح ملوش دوا لكن اختصاصي في الهوى. ماما فاتت لي في البلد اطيان كتير ملهاش عدد، كان عندها 12 ولد ما فاضلش منهم الا انا. والعزبة دي بشبرا اليمن وحبيعها بكرة مقدما وحشتري بها مؤقتا تفرض خطوبة حبنا. بس ارحمي بس اقبلي بس ارحمي بس اقبلي، ما تضيعيش مستقبلي ما تضيعيش مستقبلي. كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه. كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه، لكن خيال حبيبي المفهوم مش لاقيه فيك حاجه منه. من ناحية قلبي ونار قلبي واتخبي بموت، وحبيبي لو غاب يوم عني ارامي بصوت. من ناحية قلبي ونار قلبي واتخبي بموت، وحبيبي لو غاب يوم عني ارامي الصوت. بلدي ومدردح ودنجي واكسب جنات ونتمي الفول والطعمية 4 مرات. نادرين عليا لو قلت ايوه لا خلي روحي في ايديك الشمع، وانفت عينيا في كل خطوة تمشي عليهم والشمعة ولا في رفران نص بعدين دقة. طيب يلا. موزيكجية كل سهرة حد مع أسامة فرحات. يا محلى الفن يا محلى الفن وغرامه. موزيكجية وسعوا من وسط العقلاء
اربط قرن يا سواق خش يا نحلة من البلكون اربط يا غرام النابليون احسن اوجه نابليون نابليون. انت يا حضرة نابليون؟ وين السير؟ هو انا كمان نابليون؟ انت نابليون؟ وانا كمان نابليون. وانا كمان نابليون. انا كمان نابليون. عن تمثيل هيبقى انا زبون عند لفظة علي بتقولش في اللحن. اسمع عني سر خطير. ايوه يا ولد. من يكتم سر وانت يا سدير شفت الارنب ويا القصارى كنتك وبيكون او هو يقول لها حتى يا بطولية كله لو وعدي يا وعدي على الاسرار اسفه على عقل الذي طار. وعدي يا وعدي على الاسرار اسفه على عقل الذي طار. نيرون نيرون شرف نيرون دعوة جد وتتربون وحوي يا وحوي ايوه يا نيرون وحوي ايوه قل بالنحوي ايوه احنا كنا قلوب والساعة عايزة ولع رومة بحالها. انا مستعجل عندي اذاعة انا مستعجل عندي اذاعة خطبة عظيمة لازم اقولها. هتقول ايه يا نيرون؟ سمعنا متعنا بخطبك متعنا. ازعق زي الغول يا ماما واجعر واقول تعالي لي يا بطة وشيليلي الشنطة ونروح على طنطا بزيادة أونطة. اسماعيل ياسين طبعا من أعظم من غنى الأغاني الهزية الفكاهية والمونولوجات في المواته قبل ما يولي يمثل، وفي الأفلام لازم منهم الأغنيات هذوما. وكان لاحظتوا المطربين متاع الجو متاع هالقالب الغناء زي مطربين بالحق معناها يعرفوا يغنيوا مش تفذليك معناها. اسماعيل ياسين كان اسماعيل ياسين ولا صالح الخميسي ولا كيما باش نشوفوا المورالي والسملالي والجراري كلهم كانوا مغنين في الأصل معناه. اسماعيل ياسين كان يحب يولي عبد الوهاب ومن بعد قالوا له لا فك عليك، هو يغني عبد الوهاب والناس تضحك قالوا غنيك اقعد غني في الغنايات الفكاهية خير لك. باهي نمشيو من أشهر زاد التقاطق يسميهم التقاطق متاع زكريا أحمد باش نسمعوها بصوت سيد مكاوي. كلمات بايرم التونسي حتغني يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس، دي بلاد تمدين ونظافة وذوق ولطافة وحاجة تغيظ. حتغني يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس. حتغني يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس، دي بلاد تمدين ونظافة وذوق ولطافة وحاجة تغيظ. حتغني يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس. حتغني يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس، دي بلاد تمدين ونظافة وذوق ولطافة وحاجة تغيظ. ما لقيتش جدع متعافي وحافي ماشي اشهر خاص. ما لقيتش جدع متعافي وحافي ماشي اشهر خاص، ولا شحط الشمال خفاندي معاه عود خلفة ونازل ناس. ما لقيتش جدع متعافي وحافي ماشي اشهر خاص. ما لقيتش جدع متعافي وحافي
ماشي الشرخص ولا شحط مشمر خفاندي معاه خلفة ونازل نص ولا لبس مروس ودني وحمص وانزلات أزهيز عشان يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس حكاني يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس جيب لها تمرين ونظافة وذوق لطافة وحاجة تغيظ ولا واحدة في وش الفجر تبرطع مالية الدنيا صوت ولا واحدة في وش الفجر تبرطع مالية الدنيا صوت قال ايه جوز خالته ام احمد ست اخوها السيد مات قال ايه جوز خالته ام احمد ست اخوها السيد مات سبحانك معظم شانك والله الهدى مفيد ولذيذ حكاني يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس حكاني يا ريت يا اخوانا ما رحتش لندن ولا باريس جيب لها تمرين ونظافة وذوق لطافة وحاجة تغيظ ولا عركة في نص الليل دايرة بالحلو ساحبها بوليس ولا عركة في نص الليل دايرة بالحلو ساحبها بوليس قدامها جدع متجرجر وشه معور قال ده عريس قدامها جدع متجرجر وشه معور قال ده عريس والخلق ما هي بتتجوز مش معنى احنا مفيش تمييز حكاني يا ريت يا اخوانا تفهموا قيمة بيرم وزكريا، معناها هذوما الناس اللي عملوا أهل الهواء والأمل وكل شيء، هم اللي عملوا لك الأغاني الضامرة، لكن ديما فما مساج كما قلت لكم. الشعر والأغنيات المونولوجات هذه لازم فيها مساج كبير في الموضوع. من أعظم زاد المطربين اللي تشهروا وقتها في مصر شكوكو، يعني أكثر واحد يشبه لصالح الخميسي متاع تونس هو شكوكو. شكوكو كان نجار على روحه ولا يغني في المونولوجات باش تسمعوه كما قلت لكم، ياخذوا غنايه معروفه ويبدلوا لها كلامها من الحاجات اللي تعملت. وطبعا هو عنده غنايات متلحنين، حتى عبد الوهاب ملحن له حاجه ضامره ياسر اسمها يا جارح قلبي بإزازة لماذا الظلم ده لماذا. محمد عبد الوهاب وشكوكو. عبد الوهاب ما يقلقوش الخدمه في البقعه زي ما تقلقوش بكل. نسمعوا شكوكو يا أغلى من أيامي وكيفاش تردها خاطر نجحت برشا الغناية. يا أغلى من أيامي اللي ساكن قدامي، يا أغلى من أيامي اللي ساكن قدامي، انزل وحياتك انزل بلاش غرام في المنزل، انزل وحياتك انزل بلاش غرام في المنزل، نروح بعيد انا وانت بعيد بعيد وحدينا احسن، دي منطق صعبة تبعدنا عن بعضينا. حبيبي تعالى ده انا في حالة زي البوتاجاز تحت الخلة، يا حبيبي تعالى ده انا في حالة زي البوتاجاز تحت الخلة، يا حبيبي تعالى يا حبيبي تعالى يا حبيبي تعالى ده انا في حالة زي البوتاجاز تحت الخلة، يا حبيبي تعالى يا حبيبي تعالى، تعال نقطع تذكرة صلاة
ونجيب لي بسمر نتسلى حبيبي تعالى يا حبيبي تعالى وبطاطا وذورة مشوية. شكوكو هذا شكوكو من كثر ما كان مشهور والناس تحبه عملوا له عروسة ولا ربح برشا فلوس، عملوا له عروسة تتباع معناها للأطفال في مصر. شكوكو عروسة شكوكو، ولحنوا له جميع الملحنين الكبار من عبد الوهاب وانت طالع. سيد مكاوي عمل له غناية ضامرة ياسر اسمها طالك تذكرة يا ناوي على السفر، حنقوم من القاهرة دغري على القمر. به نرجعوا للجمهورية التونسية، الجينيراسيون اللي جات بعد صالح الخميسي تلامذته معناها. صالح الخميسي توفى تقريبا في 58 هكاكا، تلامذته اللي جاوا الكل. أولهم نسمعوا محمد الجراري اللي تشهر برشا بالجو هذا، تشهر يعني عاود برشا الفولكلور، هو كيما خذيناه في الحلقات الاخرانيين نتاع الفولكلور، وعاش في فرنسا تقريبا اغلب الوقت في الاخر معناها. ولحنوا له الجموسي وهو يلحن الروحه الى اخره. نسمعوا من الحاجات المزيانه والضامره اللي يحبوها التوانسه كل، القسم على الله من الكريطه. بالكريتة قسم على الله، بالكريتة القسم على الله، بالكريتة وشقها عمري بريتة القسم على الله. شقها دايم طول عمري على رجلي قايم نخدم خاطر ولا صايم يوم راح بعيني مريت القسم على الله. بالكريتة قسم على الله، بالكريتة القسم على الله، بالكريتة وشقها عمري بريتة القسم على الله. خدمة مرة ريح مطر وبرد وقرة، حتى المكلة ديما البرة، خبز البارد في المضيط القسم على الله. بالكريتة قسم على الله، بالكريتة القسم على الله، بالكريتة وشقها عمري مريت القسم على الله. بات ليالي قطع وحدي البر الخالي، كل ساعة بناري بطالي والظلام حيطة بحيطة القسم على الله. بالكريتة قسم على الله، بالكريتة القسم على الله، بالكريتة وشقها عمري مريت القسم على الله. خدمة مشومة حياتي مشات فيها مردومة، الوحشوطة غريت الهومة والذي بيعوي عيطة بعيطة القسم على الله. بالكريتة قسم على الله، بالكريتة القسم على الله، بالكريتة وشقها عمري مريت القسم على الله. في الزيتون نخدم ومغمض العيون، يلحق عليا الكاميون جاي زمر بترمبيت القسم على الله. بالكريتة قسم على الله، بالكريتة القسم على الله، بالكريتة وشقها عمري مريت. طبعا غناية معروفة برشا ويحبوها الناس حتى التوا. بمناسبة العيد الكبير اللي جاينا فما غناية زادة تونسية فولكلورية جميلة عاودها الجراري، مش متاعه هي فولكلور لكن الكبش يدور وقرونه نطح. معلومة موسيقية، الكبش يدور هذيا إيقاعها بالتونسي يسميوها مجرد السانكويت هذي. به أساتذة الجاز في العالم الكبارات متاع الجاز يعتبروا الإيقاع هذا هو إيقاع جازي، معناها هم اخترعوه. يا أخي احنا نقولوا لهم اللي هو الإيقاع عربي ساعة أولا وتونسي ثانيا، يمكن الجاز من بعد خلط. أما هو المجرد أقدم، وهو في العرب كانوا يسميه ثريا ويسميه ساعات أقساق تركي اللي هو السانكويت هذا. عملوا منه هو شاح معناها ما تعملش منه، كان شوية موشحات. استعملوا بليغ حمدي كي عاود توفى فريد الأطرش كمل له غنايته هذيك، عمل منها كوبلي متاع وردة، عمل كوبلي لحنه بليغ اسمه كلمة كلمة منك، هذيك كلمة كلمة منك همسة همسة من زي استعمل السانكويت. يمكن الحاجات القليلة برشا اللي استعملوهم في الغنايات. أما السانكويت في الأصل هو مجرد تونسي، إيقاع مجرد تونسي. نسمعوا له الكبش يدور
وقرون ونطاحة، يا ززار ويا عمار نذبحوا براعي. كنا نفذلكم مع عمار السريعي في مصر. هو ما ياكلش اللحم من آكلي الأعشاب والحاجات هذيك، ونغنيوها له يبدا شيخ عليها، خاطر يقول يا ززار ويا عمار اذبحوا بالراحة. قالوا كمان قطوة أغنية تونسية شيخة بيك، معنا فرحة بيك. محمد جراري كبش يدور. الصلاة على محمد والسلام على نبينا، زيدوا صلوا على محمد يوم الحشر يشفع فينا. في الصلاة على محمد والسلام على نبينا، زيدوا صلوا على محمد يوم الحشر يشفع فينا. يا ززار ويا عمار اذبحوا بالراحة. عيدكم مبروك الناس الكل، وإن شاء الله الكباش تقعد تدور ويتعدى عيد جميل. ولو انه الواحد التجار هذا يحاولوا يخفوا على الناس يا وخي، مش لازم تكلفوا الكبس 1.5 مليون واحد، ولينا نسمعوا في ارقام غريبة معناها. نمشي نقعدوا مع الجراري الاجيال اللي بعد صالح الخميسي، غناية عملها له الجاموسي. جاموسي خدم برشا مع الجراري، عطاه برشا حاجات. قهواجي الناس الكل يقولوا قهواجي يدور، هي لا يدور لا ما يدورش، هي خاطر الكمانجات قهواجي كمانجات تعمل حركة كأنها واحدة قاعد يقول يدور. هي قهواجي جيب لي قهوة فماش يدور. نسمع قهواجي محمد جراري ألحان محمد جاموسي. قهوجي قهوجي هات لي قهوة، قهوجي قهوجي صونة حليوة، قهوجي قهوجي هات لي قهوة، قهوجي قهوجي صونة حليوة، صونة سخونة صونة حليوة. والمسكون يطقطق فيها بن سكر، والمسكون يطقطق مية الزهر تعطر وعليها رغيوة، وابعتها لي مع الاسمر في وسط سنيوة. قهوجي قهوجي هات لي قهوة، قهوجي قهوجي صونة حليوة، قهوجي قهوجي هات لي قهوة، قهوجي قهوجي صونة حليوة، صونة سخونة صونة حليوة. سكر عالوافي والمسكون صافي، سكر عالوافي والمسكون صافي، وإذا ما هو كافي فيض القهوة.
على الرماد الدافي زيد لها غليوة. قهوجي يجيب لي قهوة صنيوة، في وسط صنيوة بالصفاقسي طبعا، هكا طبق صغير معناها صينية صغيرة تسمى صنيوة. نقعدوا مع الجراري. الغناية اللي سمعناها بصوت خمايس ترنان، اللي هي اللي تحب تملك رجلها وتعمل له الأسحار، عودها الجراري بطريقته بلحان مختلفة شوية، لكن الجملة هي بيدها، يلي تحب تملك رجلها وتعمل له الأسحار الجراري. يلي تحب تملك راجلها تعمل له الاسحار، تعمل له الاسحار، جيني ليا ونقول لها نوريها العقار. يلي تحب تملك راجلها تعمل له الاسحار، تعمل له الاسحار، جيني ليا ونقول لها نوريها العقار. نوريها العقار وحروكة، نوريها العقار وحروكة، تحفظ الصنعة المبروكة، تحفظ الصنعة المبروكة. من هي كانت متروكة تصبح قايد دار، تصبح قايد دار، تشري قدرة وحرج فلوكة ومن عند العطار. يلي تحب تملك راجلها وتعمل له الاسحار، تعمل له الاسحار، جيني ليا ونقول لها نوريها العطار. ومن عند العطار شريلة، من عند العطار شريلة، راس البومة والبصيلة، راس البومة والبصيلة، معاهم زرزومية طويلة طولها 7 شبار، طولها 7 شبار، عيون دجاجة تكون ذليلة، معاهم قلب حمار. يلي تحب تملك راجلها وتعمل له الاسحار، تعمل له الاسحار، جيني ليا ونقول لها نوريها العطار. قلب حمار وخز نعامة، قلب حمار وخز نعامة، خذي غوفة من الحجامة، خذي غوفة من الحجامة. يصبح راسه في الدوامة، يرقي الليل ونهار، يرقي الليل ونهار، زيدي 65 توامة عميانين في غار. يلي تحب تملك راجلها وتعمل له الاسحار. محمد جراري طويل وعريض، راهو احنا نعملوا في اشارات للفنانين الكبار هذوما اللي عطاوا للاغنيه الساخره النقديه، وهو موضوع كبير باش نعملوه على حلقتين على الاقل، خاطر هو الموضوع الاغنيه الساخره والنقديه باش تمشي كي تمشي للاغنيه السياسيه الكونتستاتير، ندخلوا في تطور كبير ياسر، معناها تطور ثوري. نقعدوا مع نمشيو للسي الهادي السملالي، زاد من كبار بطبيعة الحال. هادي السملالي ممثل كبير بطبيعة الحال، لكن كما قلت لكم الغناء موجود، الصوايت موجود، مش أي حد معناها يعمل الجو هذايا. ولو انه هادي السملالي ما يعملش كما عمل صالح الخميسي مثلا احلى نواره تقطفها ولا حاجه، ما عملش غناء رومانسي مثلا ولا حاجه، الغناء كله تقريبا في الفكاهه في الضمار. سبقت الروس والماريكان لهادي السملالي. سبقت الروس والماريكان، سبقت الروس والماريكان، طلعت للقمرة نتفرج، عشت غادي في الأمان، نتبختر فيها ونتدرج، وانا كايني سلطان. هو كاينه سلطان، هو كاينه سلطان. في لي لحظة الصاروخ صنعته في معمل كلوخ، في لي لحظة الصاروخ صنعته في معمل كلوخ، كيف ركبت بديت ندوخ، صرت نعيط على الجدعان، كب معايا سي المنفوخ، وجت لي ولد الكبران، وجت لي ولد الكبران، وجت لي ولد الكبران. في لحظة زمر وطار، خذينا الدورة عالبطوار، في لحظة زمر وطار، خذينا الدورة عالبطوار، وكيف وصلنا الراس دار تفكرت ستوش الدخان،
قلت له شد الفران، قال لي يزي بلا حس وزاز نزل على الفلس، بالفجعة وخيك تكبس وتحلف عليا سكران، تحلف عليك سكران، تحلف عليك سكران. طبعا هذه السملالي عنده روائع المعروفين برشا طبعا من عندي ولدي يا حضار لحنها له رضا القلعي، واللازمه الاولانيه هذيك با 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 هذيك اغنيه موسيقى جاز امريكان خذاها رضا القلعي، وهذا متداول معناها في الاغاني هذيا، حتى عبد الوهاب خذا سي موا لوريل ايتوار دي ناخذوها يا المره هذه يا المره الجايه، كان قعد لنا وقت عمل منها اهو انا اهو انا عمل فيها عبد الوهاب، معناتها عادي تتعمل الحكايات هذه. دونك خلينا مع السملالي وحاجه ضامره، مونولوج ضامر اسمه المترجم، نسمعه لهذه السملالي. السلام عليكم. أوقفتكم بالكلام، العبد الحقير اللي قدامكم أول مترجم متخرج من كلية باب سويقة. في مسألة الترجمة ما يعاندني حد وما فما واحد ضدني، أما عندي صانع لا يوريكم لا يروعكم. أتوا تشوفوا في والله كما كان بيه عاد نقول له شكون جاب لك جواب، يقول لي مراولية، ولا عمره نهار جاب له جواب راجل، ديما مراولية. والفليسات وين هما؟ ديما في القجر. تراو توك صانع الحموم. صانع جيت عندناش خدمة. اي عندنا شوية. عندنا من عند شكون؟ راجل كبير. المرة هذه حبيت تعكسني. يا باهي. والفلوس وين هما؟ مازال ما عطاني. مازال ما عطاكش. احسبني يا منتك. نتوكلوا على الله. انا عمري ما نختم اذا كان الفلوس مش خالصه. خذيت الفلوس ولا لا؟ نعطيك من عندي وناخذ من عنده. اي يعطيني من عنده صانعي. فهمتوا؟ نتوكلوا على الله. برا اقول يا سيدي. نبدا. اي يبدا مالاش تعمل. ما هو بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي عزيزي حسن. اش عندي في عزيزك؟ عايش خويا احكي لي على الجواب تاع الناس. هكا يبدا. اسمه عزيزي حسن. عزيزي حسن. عزيزي مون غران بير. حسن مون غران بير لو بو. هاي البارح كان الثالث نتاع ولد عمي مولود. قلناش يختاني من حكايه تاريخ حياتكم، احكي لي جواب الناس. هذا جواب الناس. صغير احكيني. اش عندي فيه؟ البارح شنو؟ البارح كان الثالث نتاع ولد عمي. Hier, c'était le troisième de mon cousin. اسمه مولود. ضاقت عليكم الاسامي ما لقيتهم ما تسميهم. مولود. ايش عندي فيهم ما نعرفش منهم. مولود. nouveau né de mon cousin nouveau né. اي نعم. وبالمناسبة et par cette occasion عملوا عوادة. ايش عملوا؟ عملوا عوادة. جابوا المنار. لا اخرين ما لا باين. Et par cette occasion, ils ont organisé عودة. منين جاية هي عودة؟ جاية من عاود كرت. Une recommenceuse. أي. وهالعودة متركبة. Et cette recommenceuse est composée من عود. على مخك. لا عودة كلنا. اللعب في الخدمة لا عايش بدي. عودة كلنا. كيف تعمل هذاك محمد بن علي؟ est composé عود d'un bâton. اي قانون القانون ده ريغلمون. اي وجرانا دين قرنوي. طار يطير طيرا. دنفل. اي وبالطبع دربوكا. كيف؟ بالطبع avec le tampon. Darbuka, c'est un nom composé. Darbuka, la maison de ton père. Hein? Avant que la recommenceuse ne commence pour commencer. Hein? الوين استاذن فيه؟ مصروفجي. ما نحبش المصروفجي.
هذه خدمة الناس عم تخدم على الروح. صحيح منهم خلص على فلوسه وما فلوس لو ماري انفيتي شكون؟ العرسة لي ماريور ناس زامرة، ناس خدامة، ناس شحاب نقول لكم معناها من غير فوس مودستي، معناها حتى شيء، معناها ناس تخدم في الفن وشيخة بالفن على الأقل، مش شيخة بالفلوس سيسور. باهي واحد من زادة من الجنراسيونات هذيك المهمة اللي أضاف للقالب الغنائي زي محمد المورالي، الحاج المورالي، في تعملت له برشا حاجات. قلت لكم المونولوج هذا، المونولوجيست كان فقرة أساسية في كل فرقة. علاش قبيلة تاع السملالي سي الهادي السملالي قال له جابوا فرقة المنار، معناها يسمي في الفرقة متاع فما فرق مشهورة جدا، فرقة منار وفرقة رضا القلعي، فرقة محمد التريكي، فرقة حسن الغربي. كانت الفرقة العرس معناها يتعمل المونولوج والراقصة هذاك لابد منهم، والمطربين 3 مطربين متاع الفرقة يبداو قاعدين على السات. ما كانتش هذايا ماشي جاي وربع ساعة وزرب لي وباش نغني في يوم وليلة، لا، كانوا المطربين قاعدين يحلوا البرنامج، يعملوا موشحات، يعملوا ملوف، يعملوا حاجات مع بعضهم، الناس كل مع بعضهم، ومن بعد كل واحد يعمل فقرته غنايته، يعمل نمروه، والمونولوج والراقص. هذايا تحصيل حاصل، هذايا كيفاش كانت تخدم الفرق التونسية. نمشيو لسي محمد المورالي، من الحاجات المزيانة اللي عندها دورها الاجتماعي، خاطر كانت فما توجيهات مثلا باش يعملوا التنمية الريفية، باش يعملوا تحديد النسل، ترشيد النسل، يعملوا أغاني معناها كوموند من الإذاعة وقتها، ويعملوا هالحكاية هذه. يا جماعة عندي طزينة طفلة و6 أولاد ولا 7 أولاد، واليوم زادوا لي 2 رشيدة ورشاد. يا جماعة عندي طزينة طفلة و9 أولاد، هالمدة نزادوا لي 2 رشيدة ورشاد. يا جماعة عندي طزينة طفلة و9 أولاد، هالمدة نزادوا لي 2 رشيدة ورشاد، رشيدة ورشاد. هذا يصيح وهذا ينادي، وهذا يتدرجح في شريطة، وهذا يتكربس ودادي، وهذا يزمر بترمبيطة. الاخر في الكرسي من غادي راكب زعما في كريطة، عادل خبش خوه الهادي في وجهه صور خريطة. فوزي يجبد لي في فادي يبكي ومقيم لعيطة، ما عرفتش نعمل يا ولادي عليا قدر ربي وراد. مهما وقت عشاء وفطور بصفارة نجمع فيهم، من العسكر عندي طابور كزرنا يمكن تزيهم. نبدا النادي يا منصور يا زينب ننسى سميهم، حلق حلق العيلة تدور وسط الحومة ولا يكفيهم. واذا نهار خرجت ندور صفوف كثيرة نسير فيهم، واذا ركبنا في بابور الفقونة تراها تعبات. ما تسمع كان كلمة هات ولا كلمة بابا شريلي، ولا يترتز توفات وهك الدبوزة تناديلي. القفيفة بحذايا تبات توسع لي بالي وتحكيلي، تفكر فيا في القضيات تحكي تكسر لي في ليلي. يا وخياني الصحة وفات راسي شاب وحرد ليلي، شاطيت الكبدة وتشوات ما عرفتش نعمل يا عباد. ضامر سي محمد المورالي، وعنده زاد كما قلت لكم الملحنين الكبار كل لحنوا. اقرا واحفظ اللي تسمع ما تكونش مغرور. الحان صالح المهدي مثلا، الدكتور صالح المهدي العظيم. نمشيو الاستاذ كبير زاد في الجو هذايا، سي محمد الحداد. هو
بالأمارة. قال عم الطاهر الله يرحمه هو والد سي نصر الدين حداد المهندس الصوت وعازف الكبير، والسيدة راضية حداد لا جراند ماكيوز دو سينما. محمد حداد عنده حاجة نقعد نسمع فيها ديما: حط برقدانة في الصر ورويس مصلي وشطر، جازوزة وكويل وتمر، واقصد ربي للحمام. حط برقدانة في الصر رويس مصلي وشطر، حط برقدانة في الصر رويس مصلي وشطر، جازوزة وكويل وتمر، واقصد ربي للحمام. حط برقدانة في الصر ورويس مصلي وشطر، حط برقدانة في الصر ورويس مصلي وشطر، جازوزة وكويل وتمر، واقصد ربي للحمام. لما انت تفكر يا عروسية عيشة اسبكتوا طاسة وطفالة بليجة كبيرة مسوالة، اسبكتوا طاسة وطفالة بليجة كبيرة مسوالة، والصلة مفرطح وشغالة معبيها بشوية طعام. حط برقدانة في الصر واقصد ربي للحمام. حط برقدانة في الصر ورويس مصلي وشطر، حط برقدانة في الصر ورويس مصلي وشطر، جازوزة وكويل وتمر، واقصد ربي للحمام. زي الليل اللي جا لي ظهر يا بنيتي راني تعبت هاي حط لي مش علينا حاسين ليش بكري أمريكا حتى من رومانتيزم ورجعنا. طيب عزة وبرشا هريسة واعمل مدموجة ورفيسة، طيب عزة وبرشا هريسة واعمل مدموجة ورفيسة، وشوية كريمة وبسيسة وهز شوية حلوة شام. حط برقدانة في الصر واقصد ربي للحمام. حط برقدانة في الصر ورويس مصلي وشطر. ضامر عم محمد. وعنده زادة طاح راح السماح نسمعها المرة الجاية إن شاء الله بحول الله. نمشيو العملاق، كتلة مواهب، كتلة إبداعات مع بعضهم. سي حمادي الجزيري ممثلا، كاتبا، مخرجا، موسيقيا، اللي تحبه. حمادي الجزيري مجموعة مواهب ودارس وخريج التياتر ناسيونال دو باري وكونسرفاتوار دو باري، حاسيله حاجة كبيرة ياسر. حمادي الجزيري ديما نضحك ديما زاهي. حمادي الجزيري ديما نضحك ديما زاهي، عمري ما نبكي ونصيح، وحياتي في الدنيا ساهي، لو نبدا ما تروح جريح. يبدا عليا كنت ديون وانا نغني في قلالة، يبدا عليا كنت ديون وهو يغني في قلالة، يبدا عليا كنت ديون وانا نغني في قلالة، في قلالة نشبع زوزي بنات، في قلالة نشبع زوزي بنات، في قلالة رجلي بالفلكان ولوكرالة نشبع زوزي بنات. بالهملة مولع مفتون معايا جلول وعلالة، بالهملة مولع مفتون معايا قولوا عليا ولد فنون وانا كي القصبة في الريح، وعمري ما نبكي ونصيح، ديما نضحك ديما زاهي، عمري ما نبكي ونصيح، وحياتي في الدنيا سهل، لو نبدا ما تروح الريح. داري ما فيها شرغيف وانا نلوج في الحفلات، دارو ما فيها شرغيف وهو يلوج في الحفلات، كيف شتايا كيف الصيف هذه جاتو الكرمشات، كيف شتايا كيف الصيف هذه
سروالي كي يبدا نظيف صابون مكردي صحيح وعمري ما نبكي ونصيح ديما نضحك ديما زاهي عمري ما نبكي ونصيح وحياتي في الدنيا ساهي لو نبدا مطروح الريح. محمد الجزيري عنده زاد أب قداش نحب مزيانة زاد ضامرة. نمشيو الفنان آخر زاد عطاء في الجو هذايا وباش نسمعوا غناية مونولوج ولا غناية هزلية في خدمة السياسة. الغناية ذي كي كان فما عركة بين بورقيبة وعبد الناصر وطبيعة الحال عمل سي رضا الحجام هالغناية يقطع ويريش فيها تقطيع وتريش كوموند معناها والله أعلم كوموند ولا من كل شيء كوموند. هذا كان قبل ما نظنش كان من راسه معناها كله من أجل البقشيش رضا الحجام. العالم كله في ضجة على فلسطين قامت الهرجة. العالم كله في ضجة على فلسطين قامت الهرجة. دولة عربية بحجة افهمني وما تقاطعنيش كله من أجل البقشيش. فلسطينة يا مسكينة طماعة زادوك غبينة. فلسطينة يا مسكينة طماعة زادوك غبينة. خلوك ما بينهم رهينة دبروا فيها وما تفيقيش كله من أجل البقشيش. رقعتهم كيف قالوها فلسطين حنحرروها. مسح رقعتهم كيف قالوها فلسطين حنحرروها. 17 عام اللي نساووها هما في سكرة انجليش الكل من اجل البقشيش. يعني في خدمة السياسة. طب ندخلوا في حاجات كي قلت لكم المونولوج والأغنية الساخرة كي تكبر وتولي تعبير على موقف من الأوضاع السياسية والقضايا الكبرى. بطبيعة الحال هو رضا الحجام فك الوقت هذاك والعركة بين عبد الناصر وبورقيبة أموره معناها هو حب يعبر على موقف موافقين ولا مش موافقين عليه مش هذا المهم. احنا نسجلوا في تاريخ وكهو. نمشيو الفنان فلسطيني قاعدة الحكاية في فلسطين. خلينا نقعدوا في فلسطين ما دام هو جبد القضية الفلسطينية وربي ينصرهم وبش ينصرهم هم في كل الحالات منصورين وإسرائيل خسرت والحمد لله في كل الحالات هي خسرت. وقاعدين يمنعوا في نتنياهو كيفاش يخرجوه من المنداف اللي تعمل. فقط هذه هي السيناريو الخبيث اللي جاي معنا. باش نمشيو الفنان فلسطيني عظيم للأسف الأغلبية ما يعرفوش برشا. كان عايش في تونس هو عبد الله حداد. من الأول كان من المضادين أو من المعارضين لياسر عرفات والجماعة يعني ضد الخط متاع عرفات فك الوقت. ومن بعد تصالحوا ولاو صحابه. فما غناية جميلة جدا غناها قدام عرفات موجودة وتشهرت من بعد على يد الفنان لطفي بوشناق. لكن نسمعوا الفيرسيون اوريجينال متاع التكتيك العربي عبد الله حداد الفلسطيني. خلتي يا خلتي يا خلتي أنا عربي أصيل يا خلتي وبأصالتي بتكمن علتي. أنا عربي أصيل يا خلتي وبأصالتي بتكمن علتي.
ما أقبل الضيم بأرضي، ما أقبل الضيم بعرضي، ما أقبل الضيم بملتي يا خلتي. شايف ينضحك علينا شايف، وشايف يقبلها على نفسه عرب، شايف ينضحك علينا شايف، وشايف يقبلها على نفسه عربي. وحنا النشامة رجال السيف، رجال الحق من سلالة نبي. حيف على لحانا حيف يحلقها الموسي الأجنبي يا خلتي. أنا كنت أرعى الغنم في البراري واسمع أخباركم من راديو ترانزستور. أنا كنت أرعى الغنم في البراري واسمع أخباركم من راديو ترانزستور. أخباركم شوشت أفكاري، قلت أشوف بعيني وأستخبر، وجيت تهت صرت مش داري مين فيكم السيد ومين فيكم المستر يا خلتي. أنا شايف أقول يا ناقتي نخي وانت طول عمرك جمل المحامل. أنا شايف أقول يا ناقتي نخي وانت طول عمرك جمل المحامل. سمعت نغمة أزعجت مخي سألت قالوا تكتيك يا جاهل. أنا كيف أقول يا ناقتي نخي وانت طول عمرك جمل المحامل. سمعت نغمة أزعجت مخي سألت قالوا تكتيك يا جاهل. إن رخوني شد وإن شدوا نرخي، إن رخوني شد وإن شدوا نرخي. هيك انشهرنا في المحافل. لازم تكون تكتكجي ابن تكتكجي وبالتكتيك يا متكتك تكتكتك بتكتك كل المساء. كيف اقول يا ناقتي نخي وانت طول عمرك جمل المحامل. سمعت نغمة ازعجت مخي سألت قالوا تكتيك يا جاهل. ان رخوني شد وان شدوا نرخي، ان رخوني شد وان شدوا نرخي. هيك انشهرنا في المحافل. لازم تكون تكتكجي ببنت تكتكجي وبالتكتيك يا متكتك تكتكتك بتكتك كل المساء. عبد الله حداد الله يرحمه وياسر عرفات قاعد في القاعدة ويضحك خاطر هما هذاك يقول لكم السياسة نتاعو هذاك فيها تكتيك انتم ما كنتمش فاهمينه. يا اخي عمل الغناية زي وعرفات يضحك به. معناها هذيك القضية الفلسطينية عايشة بالفكر المتنوع إلى حد الآن وربي ينصرهم. نمشيو بطبيعة الحال قلت لكم المونولوج الأغنية الهزلية كي تدخل وتولي عندها موقف سادونسا الشيخ إمام وتجربة الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم في جانبها الهزلي. فما غنايات قلت لكم الشيخ إمام مدرسة سيد درويش وزكريا زي ما كيما فما حد جني يا ريت يا اخواننا زكريا فما الامل واهل الهواء ما يقلقهمش. الشيخ امام كما فما
كل عين تعشق حليوة والأغاني العاطفية الجميلة متاعه. فما لوتر كوتي هيموريستيك الفكاهي الجميل متاعه. هذيك هي المدرسة اللي تبلغ الأهداف وتبلغ الأفكار اللي تحب أما بضحك. نسمعوا فاليري جيسكار ديستان والست بتاعته كمان. Valérie Giscard d'Estaing. Valérie Giscard d'Estaing. والست بتاعه كمان Giscard d'Estaing. وي وي والست بتاعه كمان هيجيب الدين من دينه ويشبع كل جعان. Giscard d'Estaing. S'il vous plaît. والست بتاعه كمان Donnez-moi. Giscard d'Estaing. والست بتاعه كمان هيجيب الدين من دينه ويشبع كل جعان. يا سلام لم يا جدعان عالناس الجنتلمان. يا سلام لم يا جدعان عالناس الجنتلمان. ده احنا هنتمنجه واصل وهتبقى العيشة جنان. التلفزيون هيلون والجمعيات تتكون. التلفزيون هيلون والجمعيات تتكون والعربيات هتمون بدل البنزين ضعفا. والست بتاعه كمان والست بتاعه كمان هيجيب الدين من دينه ويشبع كل جعان. يا سلام لم يا جدعان عالناس الجنتلمان. يا سلام لم يا جدعان عالناس الجنتلمان. ده احنا هنتمنجه واصل وهتبقى العيشة جنان. التلفزيون هيزود والجمعيات تتكون. التلفزيون ما هو هيلون والجمعيات تتكون والعربيات هتمون بدل البنزين ضعفا. Giscard d'Estaing. والست بتاعه كمان Giscard d'Estaing. والست بتاعه كمان هيجيب الدين من دينه ويشبع كل جعان. وهتحصل نهضة عظيمة وهنبقى علينا القيمة. وهتحصل نهضة عظيمة وهنبقى علاجة وقيمة في المسح أو في السيمة أو في جنينة الحيوان. وهتبقى الأشياء زلابية ولا حوجة لسوريا وليبيا. وهتبقى الأشياء زلابية ولا حوجة لسوريا وليبيا. وهنعمل وحدة عابية مع لندن والفاتيكان. به يعني عملنا افانجو للجمعة الجاية بحول الله ان شاء الله. نحب نحيي الفريق التقني في الهندسة الصوتية سي كريم المدب، في الاخراج الرقمي سي علي ولد نصر، في التنسيق العام سي عبد اللطيف الصيد، استوديو نبيل بن ذكري. الأغنية الهزلية الساخرة. نلتقي الأسبوع المقبل وأقعدوا مع فاليري جيسكار ديستان. وهتبقى على أشياء زلابية ولا حوجة لسوريا وليبيا. وهتبقى على أشياء زلابية ولا حوجة لسوريا وليبيا. وهنعمل وحدة عربية يخيم على لندن والفاتيكان. والست بتاعه كمان Giscard d'Estaing. والست بتاعه كمان هيجيب الدين من دينه ويشبع كل جعان. والفقراء هياكلوا بطاطا وهيمشوا بكل قلاطة. الفقراء هياكلوا بطاطا وهيمشوا بكل قلاطة. وبدل ما يسموا الشلاطة هيسموا عيالهم جعان. شوف الفقراء هياكلوا بطاطا وهيمشوا بكل قلاطة. يا بخليهم الفقراء هياكلوا بطاطا وهيمشوا بكل قلاطة. وبدل ما يسموا شلاطة هيسموا عيالهم جعان. وده كله بفضل صديقي ديستان رومانتيكي. وده كله بفضل صديقي ديستان رومانتيكي. ولا حدش فيكو شريكي في المسكن والسكان ولا